النهارده بقى هاخدكم في رحلة فريدة ومشوقة جدا إلى واحدة من أكتر الأماكن غموضا في العالم، مكان مليان بالأسرار والأساطير اللي حيرت العقول على مر العصور. النهارده بقى هنتكلم عن الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم. هتعرفوا معانا قصص وحكايات عن العالم الغامض ده، وكمان الوقائع والأحداث اللي حصلت هناك بالتفصيل. الربع الخالي هو أكبر صحراء رملية مستمرة في العالم، وبيغطي جزء كبير جدا من شبه الجزيرة العربية. بيمتد تقريبا لمساحة 650 ألف كيلومتر مربع، أنت متخيل؟ وكمان بيضم أجزاء من السعودية وعمان والإمارات واليمن. يتميز بكثبانه الرملية العملاقة اللي بيوصل ارتفاع بعضها لأكتر من 250 متر. عزيزي المشاهد، الأرض هناك مش بس رملية، كمان في تلال صخرية ووديان جافة صعب الوصول ليها أصلا. الربع الخالي مش بس مكان طبيعي، لكنه كمان جزء من تاريخنا العربي والإسلامي. المنطقة دي كانت معبر للتجارة من آلاف السنين، ومع مرور الوقت قامت حضارات وممالك على أطرافها، زي مملكة عاد وثمود اللي اتذكرت في القرآن الكريم. كانوا التجار والمسافرين وقتها بيستخدموا طرق معروفة بدروب الصحراء، كانت بتشكل شرايين حياة بتربط بين مناطق مختلفة. كمان عزيزي المشاهد، الربع الخالي مليان بالحكايات والأساطير اللي بتخليه مهيب ومخيف للبعض. بيحكوا عن مدن ضايعة تحت الرمال، وبيقولوا إن في جن وأرواح ساكنين في المكان ده. واحدة من أشهر الأساطير مدينة أرم ذات العماد اللي اتذكرت في القرآن الكريم كمدينة عظيمة ضاعت وسط الرمال. بتقول الأسطورة إن الجن هو اللي بنى المدينة دي، وإنها كانت مليانة بالكنوز والذهب. في أسطورة تانية بتقول إن الربع الخالي بيحكمه ملوك الجن، اللي بيقرب منه بيختفي للأبد. أنا عايز أقول لك إن حتى العلماء اهتموا بدراسة الربع الخالي لفترات طويلة، وكتير منهم حاول إن هو يكتشف أسراره. كمان الدراسات الجيولوجية أظهرت إن المنطقة كانت مليانة بالأنهار والبحيرات من آلاف السنين، وقام العلماء بعمل حفر اكتشفوا فيها آثار لحيوانات ونباتات عاشت هناك. وفي كمان دلائل بتقول إن المنطقة كانت فيها حضارات قديمة واستقرت لفترة معينة قبل ما تختفي. وعلماء الأحياء اكتشفوا إن في أنواع من الحيوانات والنباتات اللي عرفت تتكيف كويس مع الظروف القاسية اللي هناك. في أحداث تاريخية كتير حصلت في الربع الخالي، منها رحلات المستكشفين اللي حاولوا يعبروا الصحراء عشان يكتشفوا خباياها. قام المستكشف البريطاني برترام توماس بأول محاولة ناجحة في عبور الربع الخالي. وواحدة من القصص المثيرة هي قصة المستكشف السعودي حمد الجاسر اللي عمل رحلات استكشافية في الخمسينات، وكمان كان بيجمع معلومات عن القبائل والنباتات اللي في المنطقة. رغم القسوة اللي بيتميز بيها الربع الخالي، إلا إن فيه هناك حياة. يعني مثلا القبائل البدوية زي قبيلة المهرة والشهرة عايشين هناك، وليهم طقوسهم وعاداتهم الخاصة اللي حافظوا عليها على مر السنين. بيستخدموا الجمال في التنقل وبيعرفوا يعيشوا في الظروف الصعبة دي. في قصة مشهورة عن شاب من قبيلة المهرة اسمه سالم، اللي قرر يسيب قبيلته ويعيش في قلب الصحراء لوحده. وبالفعل عزيزي المشاهد، نجح سالم في إنه هو يعيش على الصيد وإنه يجمع المياه من النباتات. كمان في قصص وروايات كتيرة تناولت حياة الناس هناك. واحدة من الروايات الشهيرة دي رواية صحراء الأرواح للكاتب السعودي عبد الرحمن منيف، اللي بيحكي فيها عن حياة البدو والصراعات اللي بيمروا بيها. وكمان في أفلام وثائقية تناولت جمال وغموض الربع الخالي، زي فيلم رحلة في الربع الخالي اللي اتصور في الستينات ووضح تفاصيل الحياة هناك. وفي النهاية هيفضل المكان ده غامض ومليان بالأسرار والتفاصيل اللي لسه ما نعرفهاش. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة عن الربع الخالي. أتمنى تكونوا استمتعتوا معايا واكتشفتوا جزء من المكان المرعب ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. الله غالب. سلام.